عسلامة مدام. عسلامة. نتعرفوا عليك؟ منوبية من قرومبيليا. مرحبا بك في تونس. نحكيو موضوعنا اليوم على صلة الرحم اليوم. والله صلة الرحم شنو هي؟ الناس تحب بعضها، تزور بعضها، تفقد بعضها، تحن على بعضها. اليوم القيمة هذه صلة الرحم موجودة ما زالت متجذرة فينا؟ قلت شي زادت؟ هي موجودة في عائلات دون عائلات، بلايص موجودة. علاش موجودة في عائلات دون عائلات؟ والله هذاك انت وشنو تاثر ولادك، شنو تعطي لصغارك باش شنو تفهمهم، شنو تفهمهم خالهم عمهم عائلاتهم يزوروا يحترموا. كان انت شنو تعطي تلقى. مازالت الناس تزور بعضها، مازالت الاخوه تمشي لبعضها. عندي انا ما زالت موجوده. عائلتك احكي لنا. عائلتي موجوده، نتلموا ونقعدوا نمشوا لبعضنا. اليوم رزنا نطلوا عليه، نعاونوه باللي نجموا، نتصرفوا نتلوحوا على بعضنا كما نقولوا. في المقابل فما عباد يقول لك انا ما عادش اهلي يتفكروني SMS في العيد، ميساج معناه فما بالتليفون، حتى استدعاء العرس ولا بالتليفون، صحيح ولا؟ فما بالحق موجود هكا وهكا الحمد لله. كان نحكيو على رضاية الوالدين. رضاية الوالدين هي الساس، هي الكل. بلاش رضاية الوالدين واحد كيفاه باش يعيش تعب، يعيش حتى ما يربحش في حياته. والديه مش راضين عليه، ما يصور شيء في حياته. حتى هو اولاده زاد يجيو ماهمش باهيين معاه. شنو الحاجات اللي تخلي الصغار يبعدوا على والديهم ولا علاش؟ والله فما برشا حاجات. انت تو الوالدين مسكن مضحين برشا راه، والصغار ماهمش قليل اللي يرد الفعل معناتها الوالدين. يمكن من الخلطه، يمكن ما نعرفش، كي يخرجوا للقرايه ولا بلايص يخالطوا ناس اخرى. انا ما نعرفش عليه شنو هي الحكايه. هذه انت تحكي على الخلطه، نحكيو على مثلا بو يخرج ولده من الدار يمشي هو لدار المسنين وهو يسكن في الدويره. والله هذه هي انا ما نحبش نسمعها جمله وما ريتهاش الحق. في عائلتي وبلادي وانتوراجي انا ما ريتش يخرج، ما نسمع ونقرا ونراه فما موجود. شنو واجبات الصغار تجاه والديهم؟ يحترموهم، يحبوهم، يسمعوا كلمتهم. هما كانوا يسمعوا كلمة الوالدين يربحوا راه. برشا يقول لك انا رابح من رضاية والدي، قمت بالواجب. شك ما فيهاش شك، يربح من رضاية والديه بالطبيعة، وربي يهديهم وكهو. الورث ينجم يتسبب في القطيعة بين صلة الرحم. يتسبب هو هذاك أكبر مشكلة يتسبب في القطيعة. الناس هاي تحب الفلوس تو. يحبوا الفلوس ما يتعبوش عليها، يحبوا الفلوس السهلة. الناس قبل تخدم وتعمل وتكون، وهم يحبوا الحاضر. الجيل هذا يحب حاجة حاضرة. يعني الوالدين يحضروا يعطيها لولده يحطه في دار المسنين اخوها حاضرة، ونسى ربي غدوة شنو يعمل. زعما هذا الكل على خاطر بعدوا برشا على الدين، بعدوا على القرآن، بعدوا برشا على الدين. أكيد كان جو متضلعين في الدين. الدين هو أساس الحياة راه. واقعنا توا كيفاش تشوف؟ ما ايش باش نقول لك، واقع توا كيفاش تشوف؟ والله ما نعرفش، ما نجمش نقيم لك. زعما الاسباب الاجتماعيه هكا، غلاء المعيشه والظرف الاجتماعي كانوا سبب في العباد تبعد على بعضها. المظاهر كما كل شيء. تو الصغار يحبوا المظاهر، راهم زاد جيل يحب المظاهر. مثلا يحب كيما مثلا جاره لاباس عليه وهو مثلا متوسط، يحب كيفه، يعمل كيف جاره، كيف صاحبه، كيفهم بالخدمه ولا وبرضاية الوالدين، مش هكاكا معناها واحد يبدا على والدين بالخدمه وبرضاية الوالدين وكل شيء. عرفت حالات معناها بعدوا على والديهم هكا؟ والله لا. ما عرفتش ناس بعدت على والديها، ديما مع والديهم لاخر لحظه. ناس قامت بواجبها، واجباتهم. انت ايش عامله مع والديك؟ انا الله يرحمهم، امي انا
من لين ماتت وانا لاهيه بها، كبرت ومرضت وبابا زايده حتى. قمت بوالديك؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عملنا الواجب وان شاء الله ربي يقبل منا. عملت الواجب، خلي الناس تقتدي بيك معناها، خاطر باهي الميساج انك توصل. والله ايش باش نقول لك، واحد ما يلوحش امه ما يلوحش بوه مهما كانت الظروف، ما يرضاش على روحه ما يرضاش على نفسه، كان يلوح بوه ولا يلوح امه ولا شيء، حتى اولاده بعد والديه راه الولاد بعد الوالدي. كان امك في حاجه ليك ومرضت ولا كبرت وما عادش تنجم تتصرف، يلزمك انت تلها بها، ما شكون والا ابوك زاد يلزم ولادها. اليوم نلقاو في عصرنا توا الوالدين لاهين بالاحفاد. شوف انت والديك شو يعملوا معاك؟ الاحفاد لاهين بالاحفاد، لاهين بالاحفاد، هما اللي يربي تزيد تربي، تربي وما شاء الله يحبوا هما كيكا راهم يرجعوا صغرهم بهم شويه، كي يبداو متفاهمين ويبداو علاقتهم باهيه بوالديهم، يحبوا ولادهم بالطبيعه. نقول لك ما اعز من الولد كان ولد الولد. هيك هو. تجربتك انت كيفاش كانت مع الوالدين؟ والله تجربتي باهيه وراضيه على روحي والحمد لله والله اعلم. زرعتها في صغارك الحكايه هذه؟ زرعتها في صغارك؟ والله زرعتها في صغار العائله، انا ما عنديش صغار، زرعتها في صغار العائله، يحبوا العائله يحبوا بعضهم، يحنوا على الكبير يعاونوا الكبير. انا عندي بنت اختي بنيه صغيره عامين ونص، وجات اختي كبيره قبل ما نمشي لها انا باش نشدها تشدها هي وتهزها التواليت، تهزها تعمل حاجه عامين ونص. ان شاء الله تكبر تقعد هكاك. ان شاء الله. والتربيه هي الاساس راه. ما يقتديوا بالكبير راه، يقتديوا بالكبير، تصرف انت بالكدا ولادك يتبعوك راه. ليش تنصحك الناس اللي بعدوا برشا على عائلاتهم وعلى والديهم؟ والله يا ولادي ان شاء الله راهي والديكم هما السياس، والديكم هما تنجحوا بهم تخسروا بهم. تبدا ناجح في حياتك وحياتك ولادك ناجحه، راه والديك راضين عليك، تبدا خاسر تفكر روحك شنو عملت. ما رضاء الله الا برضاء الوالدين. وبالوالدين احسان. اليوم اهم كان فما قيم باش نزرعوها في صغارنا، شنو ما هما؟ والله النصائح ننصحوا نكونوا ساعة احنا قدوة ليهم، مش احنا مثلا نبدو ماناش باهين مع والدينا ونحبهم هما يكونوا باهين معانا، احنا كي نبداو باهي هما يشوفوا فينا يقتديوا بينا راه، وننصحوهم ديما برشا حاجات في حياتهم، في الدراسة نتاعهم، في برشا حاجات امور حياتهم. ما تخليوش على والدينا، هما الساس، هما رزق. مهما كان ما يتخلوش على والدين، خاطر بلا والدين هما حتى شيء. وحتى المراه راجلها بعد كي راها هي بعت على والدها يحقرها، اما هو كي راها مع والدها يحترمها. وراجلك انت زادك يبدا باهي مع والديه، انت افرحي راهو كي باهي مع امه وابوه باهي معاك، كان خايب مع امه وابوه راه باش يجي خايب معاك. العب لا هذيك طبيعه خاطرها. اوكي شكرا ليك. ميرسي يعطيك الصحه. ميرسي.